ايه جالك اندرايف؟ ايه؟ هو تقريبا انت استضيفني قبلك. وصلنا يا باشا كده الاوردر الاولاني، ومتجهين ان شاء الله ايه على اوردر. يا صباح الفل على كل اخواتي، نهاركم كله خير ورزق ان شاء الله. ان شاء الله النهارده معانا اوردرين توصيل فراخ. فاكرين الاوردر اللي انا اخدته من اندرايف والراجل خد رقمي وقال لي هكلمك اول ما يبقى معايا اوردرات؟ كلمني النهارده قال لي انا معايا اوردرين، اوردر الدقي واوردر فيصل، تيجي تاخدهم؟ قلت له يا باشا نيجي ناخدهم، فراخ فراخ يعني هنخف. بس استلمت منه الاوردرين واروح اوصلهم، وان شاء الله باذن الله هخلصهم وهشتغل اوبر بقى واندرايف زي ما تيجي تيجي. تابعني وان شاء الله باذن الله هتستفيد. اه يا اخواتي الاوردرين اهو، انا رابطهم رابطه كويسه. تمام. دول اوردرين فراخ، نروح نوصلهم، واحد دقي واحد فيصل. بسم الله توكلنا على الله. نهاركم كله خير ورزق ان شاء الله يا اخواتي. كلمت الست بتاعت اللي هستلم مني الاوردر، بعتت لي اللوكيشن، هو في الدقي. ده اوردر 7 كيلو، انا واخد من الراجل في الاوردر دوت 70 جنيه. تمام. نروح نوصل الاوردر دوت، وبعد كده نطلع على طول على الاوردر بتاع فيصل، وربنا يكرم ان شاء الله. بعد ما نوصل الاوردرين دولت هنخش نصلي العصر ان شاء الله باذن الله. الراجل بتاع الفراخ بكلمه بقول له يا عم انت نسيتني؟ قال لي لا والله ما نسيتكش، بس انا اتزنقت في الاوردرين دول. فقلت بدل ما اطلب ان درايف اكلمك انت، وما يبقاش اول تعامل وكده يعني. قلت له يا عم لا ان شاء الله مش اول تعامل ولا اخر تعامل. عشان تظبط اليوم بقى بتاعك كده، آه، تصلي على النبي، تبدا يومك كده بالذكر، وتاخد حاجه كده تستفتح بيها زي اوردر اللي معانا ده كده اوردرين. طب انا دلوقتي ما عنديش حد اخد منه اوردرات، تبدا بان درايف. لو انت شغال دي او شغال اوبر، اه تبدا بان درايف، وممكن تكمل بان درايف عادي يعني. يعني ممكن تكمل بقيه شغلك بان درايف مفيش مشكله. او لو معاك مرسول تفتح مرسول مثلا تاخد منه رحله طويله كده، تكون عامله 80 90 100 جنيه. ليه انا بقول لك كده؟ عشان لما تبدا بحاجه كبيره زي كده الدنيا هتبقى ايه سهله، اللي جاي بعد كده سهل. الدنيا هتبقى معاك ايه جميله، ان انت في حاجه بتبني عليها، ان انت مثلا معاك 100 جنيه، معاك 80 جنيه، معاك 120 جنيه كده. وانت واحده واحده هتبص تلاقي ايه، الناس عرفتك وانت عرفت الناس. بص هتصادف تلاقي واحد بيقول لك طب ايه انا عندي اوردر، عندي اوردرين ثلاثه توصلهم لي مثلا كل يوم كل يومين كده. هتركب فين؟ طب انا هاخدك اركبك فين؟ ربنا يستر. انا لما اخدت منه الاوردرين قبل كده رحت لقيت الراجل بيفاصل معايا في 10 جنيه، مع انها حق يعني. انا هو كان قايل له 200 و 260، وهو عايز يديني 250. هو عارف ان هو 250 عشان يغلط وهو بيتكلم. قال لي لا 260، قصدي 250، وانا اقول له 260 وهو يقول لي لا 250. لغايه لما اكلم صاحب الحاجه وقال له يا باشا انا متفق معاك على 260، هو رضي ياخد 250، ما عنديش مشكله. ما رضيش هو حقه، اديله حقه. فبعد ما قفل معاه قدرني بقى يعني، كمان قال لي ايه، لقيته بيديني 400 جنيه، بيقول لي ايه معيش فك. يا عم 10 جنيه فك على 250؟ لا معيش فك، اروح فك. كان عميل مقرف بصراحه يعني. مش 10 جنيه يعني اللي توقفني عليها كل دوت، ورغم ان انت عارف انها حقي، بس اللي هو ايه يعني انا مش عارف ليه عمل كده بصراحه.
فربنا يستر ما قطعش العميل دوت ولا بتاع فيصل زي العميل بتاع الظاهر اللي احنا رحنا له ده. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ نخش الشارع اللي جاي يمين ده، هو المفروض فيه ولا اللي بعديه؟ هو يا ده يا اللي بعديه. لا هو ده. هو 4 شارع رفح اهو هنا اهو. نكلم العميل بقى نسلم الاوردر ونرجع لكم تاني. وصلنا يا باشا كده الاوردر الاولاني، ومتجهين ان شاء الله ايه على اوردر فيصل، بس طلع مش فيصل بقى، طلع في ترسا، شارع ترسا من الهرم. فده بالنسبه لي حاجه احسن يعني، عشان انا اصلا مش عايز اخش فيصل بزحمته. فهنخش شارع الهرم، ومن الهرم هنخرم على ترسا، ونمشي على اللوكيشن اللي بعته لنا العميل اهو. الحمد لله العميل طلع كويس وادانا حقنا، يعني ما قالش لا حسابك 240، انا حسابي 250، فهو ما اعترضش يعني على 250، هو ادانا حسابنا كامل هم ال 250، ما اديناش ولا زياده ولا ناقص، كتر خيره يعني، مش عايزين اكتر من كده. داخل الشارع الهرم اهي، هننزلها وبعد الاسم المفروض نلف ونخش ايه حتى المرسلين، وبعد كده منه على ترسي. بص اللوكيشن كان عايز يطلعنا من على الدائري، كان مدينا 9.5 كيلو. بص دي ميزه ان انت تبقى ايه عارف المناطق، يعني انت مش بقول لك انت اول ما تنزل هتبقى عارف، لا مره مع مره هتبقى عارف. فليه تبقى عارف المناطق؟ عشان لو كنت طوعت ومشيت معاه كنت هلبس في 4.5 كيلو زياده. بص هنا اول ما دخلنا يمين بقى كام؟ بقى 5 و300 متر، 5 كيلو 300 متر، عكس ما كان هيبقى 9 كيلو ونص، يعني كده في بتاع حوالي 4.5 كيلو فرق انا وفرته. فدي ميزه ان انت تبقى ايه عرفت، رحت منطقه حفظتها، او عرفت طريقه بتدخل لها منين وبتخرج لها منين والكلام ده كله. واهم حاجه ان انت تحفظ يعني المناطق، عشان لو رحت مثلا مره والتانيه وما حفظتش كده هتبقى انت ايه كل مره بتبدا من اول وجديد. لكن لا خلاص انا رحت مره منطقه مره ما حفظتهاش، رحتها التانيه خلاص حفظتها، عرفت اخش لها منين، عرفت اطلع منها منين، عرفت الشارع ده مثلا مقفول شارع هرم في حته مفتوحه، عرفت مثلا خاتم مرسلين اخره فين هيودي على فين بعد كده، عرفت ان بعد كده هيروح ترسا، طب اخره في كوبري هينزل على الاهرامات كده. انت موقف الدنيا كلها يا عم. طلبات، الطلبات دي خدت فيها 2 شغل بصراحه، انا 2 كويسين، ما كانتش وحشه يعني لحد ما حلوه، بس مشكلتها دلوقتي بقت ان انت تختار شيفت. كنا الاول نختار شيفت 6 ساعات، لغايه لما سبتهم جه قال لك لا اقل حاجه 8 ساعات. انا كنت بختار شيفت ساعات، وكنت بروح اكمل بعد كده شغل اوبر والدرايف، كان بالنسبه لي حلو. اول ما قال 8 ساعات وفتح مناطق امبابه وبولاق انا قلت له شكرا. في ساعتها شغال مهندسين وزمالك ودقي وعجوزه. اول ما فتح الوراق وامبابه وبولاق وارض الله، انا قلت له شكرا ما اعترضتش. المشكله ان هو فتح وما زودش سعر الاوردر، كان ساعتها مش عارف سعر الاوردر 15 جنيه حاجه زي كده. فطبعا دي كانت حاجه صعبه يعني. كده احنا المفروض وصلنا
نلف اللفه اللي جايه شمال دي ونخش الشارع اللي محطه رفع الميه ده. كده المفروض ان احنا وصلنا عند العميل اهو. هسلم الاوردر للعميل وارجع لكم تاني. طب يا اخواتي كده وصلنا الاوردر ودخلنا صلينا العصر، عقبال ما العميل ما كانش عايز يرد علينا، كان تليفونه فاصل شحن. فهنبتدي بقى نشتغل كده اوبر ان شاء الله باذن الله مع بعض، نكمل بقيه الشغل باوبر. بسم الله توكلنا على الله. الظاهر كده والله اعلم ان الدنيا هنا في شارع ترسا ميتة اوبر خالص، فممكن نشوف حاجة على اندرايف تخرجنا حتى بره. نفتح مرسولة هي كمان. ماشي تعال. ده اوردر 8 كيلو 41 جنيه، واحد جيزة اول الجيزة، مش البخوم ده الدقي. حلو قبل. نقفل اوبر بقى. كان اوبر ايه؟ اوبر ميتة خالص هنا اهو. نلف ونرجع. والعميل هنا في الشارع اللي جنبي ده على طول. شكرا شكرا شكرا. ايه جالك اندرايف؟ ايه؟ اهو. هو تقريبا كان طالبني قبلك، فاهم؟ فبتاعه عمل اوردر تاني على طول. انت لغيت يعني؟ اهو لا بتاعك انت شغال، توكل على الله. لقيته هو اللي بيتصل بيا لا مش هو اللي عمل طلبين على يبقى ممكن بقى البرنامج هايز، بس انا هو الف نون هي هاي. اعتذر لك. ماشي يا باشا. يا عم احنا ايه ده اللفه دي؟ معلش بقى نلف دي وخلاص. حركه غريبه حصلت خالص. العميل بكلمه لقيته بيقول لي انا واقف مع واحد اهو، هو اللي هيوصلني وهو كلمني برضه. قلت له لا انا الرحله معايا لسه ما اتلغتش ولا حاجه. فقال لي طب تعالى لي، فرحت لقيت واحد فعلا واقف معاه ومعاه رقمي. فهو بقول للكابتن اللي كان واقف معاه، بقول له ايه اللي حصل؟ بيقول لي انا كان معايا الرحله وتقريبا اتلغت اول ما جيت له وجات لك انت، مش عارف ازاي. فهو شاف نمر المكنه قال له لا بس هي دي نمر المكنه اللي ايه المفروض اركبها، اللي هي النمر بتاعتي. فركب معايا، وبصراحه الكابتن كان محترم يعني، قال له لا انا اللي قلت له كلمني عشان حرام يعني. حاجه غريبه يعني، مش عارف السيستم بيلغي. الراجل بيقول لي انا ما لغيتش، ما عملتش اي حاجه، انا طلبت الرحله. تقريبا الرحله جات لك وجات لي انا وجات لي الكابتن التاني، بس اتلغت من عنده هو تقريبا لما انا قبلتها انا كمان. مش عارف بقى تقييس السيستم ده ولا ايه. هو احنا كنا فتحنا اوبر، كنا هنشتغل اوبر، بس لقينا الدنيا مريحه خالص في اوبر في شارع ترسا. فاول ما فتحت اندرايف لقيت رحله جات لي راحت الدق. فقلت حلو، اقرب للدقي، بعد كده ربنا يسهل بقى نشوف هنعمل ايه. هنكمل في اندرايف ولا نفتح اوبر تاني؟ نوصل كده بس الدقي ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. احنا ما بنبقى نازلين مش محددين احنا هنشتغل ايه وايه، احنا نازلين محددين ان احنا هنشتغل اللي يجي في سكتنا بقى هنشتغل، وجي اوبر جي اندرايف جي دي جه محصول.
بس فوصلنا الاوردرين اللي كانوا معانا بتوع الفراخ دولت، ونشوف بقى الدنيا هتمشي معانا ازاي. خش من الشارع ده، الف واخش من الشارع ده. ايه؟ بقول لك خد تاني ملف خلاص هخش انا ماشي مش مشكله. طب وليه يا عم انا اخش من الشارع ده؟ يا عم الشارع انا خليك السالك يجي لك الفلوس هنا ولا ايه؟ راح اللي انت شايفه صح، وانا والله عايز اوصلك. اه حبيبي انا عارف. حبيبي. تقف كده في السالك يجي ايه؟ فاهم؟ اه خش بقى تتحرك. نفس الجوانب زي ما كده. الحمد لله على السلامه يا باشا. اتفضل يا باشا. ماشي يا باشا. وصلنا يا باشا رحله اهي، هندرايف رحله 8 كيلو 40 جنيه، خدنا 35 جنيه. بس نشوف مرسول كده يمكن تدينا اي حاجه حلوه. طالما بقى مش هنشتغل اوبر. عندنا اوردر اهو، رايح من محي الدين شارع عمان، رايح سفنكس، مش بعيد يعني. فبقالنا كتير واقفين مش عارفين نقبل اوردرات من درايف عشان الناس عماله تخطف ما شاء الله. مش عارفين ناخد اوردر بسعر حلو. خدنا الاوردر ده بتاع حوالي 2 كيلو او 3 كيلو ب 23 جنيه. حاضر كده. كده احمد بن سفنكس صح؟ اه تمام. بقالنا شويه واقفين، مفيش رحلات او في رحلات بس بتتخطف قبل اصلا ما بتنزل على البرنامج، معرفش ازاي. كباتن ما شاء الله عليهم يعني ما بتوصوش. خدنا الرحله الصغيره دي اللي هنا قدامنا بسعر حلو، 3 كيلو ب 23 جنيه، من شارع عمان لغايه ميدان سفنكس. خلاص احنا في شارع جامعه الدول اخر الشارع، والراجل هينزل. ربنا يكرم كده باوردر يظبط معانا اليوم، عشان ايه كده احنا مش عارفين نشتغل. .23 الفلوس دي ما بتروحش، دول محدش بيرضى ياخدهم مني خالص خالص، ولا حتى بتاع البنزين. العميل اللي لسه منزله هو اللي ركب معايا، قلت واقف مفيش حاجه عايزه تيجي. ده برضه 3 كيلو ب 23. الناس يعني كنت تقول لي ان انت جاي تاني كنت استنيتك. كنت بشتري حاجه انا افكر نفسي اتاخر فاهم مش عاوز اعطلك معاك. يلا النصيب. انا عارف ان الشغلانه دي مش عاوز تعطيل. يا عم الناس كانتش هاخد اكتر من رزق، انا دخلت سحبت فلوس وقفت شويه ومش عارف ايه، لقيتك انت خرجت. هو رزقك هنسيبك هنسيبك. اه هو الرزق اه. هتاخده هتاخده. نفس الراجل لسه مفصلين من عمان لسفنكس هنرجعه تاني. خدنا برضه البرنامج ما خدناهوش بره، ما خدناهوش بره البرنامج.
اه. هتخانقوا في الاخر هترسل على معلش، فخلاص معلش من الاول وخلاص بقى. للأسف الموبايل الخاص بالتصوير فصل شحن، بس زي ما انت شفت يوم ما شاء الله مضروب. حاولت اشتغل اوبر، مفيش مرسول، مفيش اندرايف موجود اوردرات بس بسعر قليل جدا. مع ذلك الكباتن بتقبل. انا في اليوم اللي زي كده بشوف اقرب رحلة للبيت وبحمد ربنا على رزقني بيه. حبيت اعرض لك اليوم ده عشان تكون عارف ان مش كل يوم هتنزل تعمل مبلغ كبير. مع ذلك ربنا كرمني في اليوم ده ب 290 جنيه، الحمد لله على كل شيء. مش هوصيك بقى تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، عشان الفيديوهات الجاية هتكون جامدة جدا وتصوير أحلى من كده بكتير بإذن الله. ربنا يرزقني ويرزقكم. سلام.